مش هائلة. الله 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 الله، عيشنا منفوخ وجميل وطري. يا ترى ايه السر؟ في سر يا امل؟ ما دقيق وميه؟ لا طبعا، في تكه صغيره هتفرق في عيشنا النهارده. يلا بينا على مطبخنا ونشوف هنعمل ايه. بنجيب طاسه صغيره او كسرولة، اي حاجه تتحط على النار، ومعلقتين دقيق مليانين، معلقتين 2 دقيق بس لكل كيلو دقيق، عشان النهارده هعمل كيلو واحد وهتشوفوا البركه. دي بقى السر ودي التكة. هدوبهم كويس، معلقتين دقيق على نص كوباية مية، وندوبها كويس الأول على البارد، وبعد كده نروح نحطها على النار، نفضل نقلب فيها على النار لما تبقى عاملة زي المهلبية، وسيبها تبرد. هي دي التكة يا أمل؟ أيوة هي دي التكة. هتشوفوا بقى، سيبها تبرد. وعندي كيلو دقيق هحطه في بولة، ومعاه شوية ملح على شوية سكر، وعندي الخميرة بتاعتي، ودي التكة اللي احنا عملناها بردت. هنضيفها عليه ونعجن. فرق خطير وكتير، عيش طري وجميل. وبدل ما هاكل رغيفين هاكل رغيف، الرغيف مشبع وطري وليه لبابة من جوه. وطبعا اللي عارفني بحب اضيف معلقة خل كده صغيرة على العجين كمحسن للدقيق، وحبة مية دافيين. جميلة المية الفترة او الدافية مع العجين، تخليه يخمر معانا وجميل. اهو اي حد يقدر يعجن، انا لا كنت لا بعجن ولا بخبز، والحمد لله اما جيت الريف عجنت وخبزت. سهل العجين، كان بالنسبه لي صعب. بنوتك تقدر تعجن، ابنك يقدر يساعدك، ايدك بتوجعك اعجني شويه وريحي وارجعي عجنه تاني. اهم حاجه في العجين ان احنا نعجن كتير. اعجنوا ليتو، وهسيبها بقى تخمر. وعبال ما تخمر هعمل ايه؟ كنت محضره حاجه من بالليل، فول جايباه، الحبه دول ب20 جنيه، مش كتير، وفروا معايا وعملوا لي كتير. قلت عبال العجينه ما تخمر، في الكبه حطيت شويه خضره وبصل. وممكن في فيديو تاني نعمل مع بعض عجينه الفلافل، دي الفلافل او الطعميه. شوفوا ب20 جنيه عملوا لي قد ايه، عجينه كتير جدا. هاخد منها جزء للفطار، ودي قرعه عسل مش هعملها النهارده، يوم تاني معاكم. شوفوا خدت ده عشان نحضره فطار. كانت عجينتي خمرت، ما خدتش وقت، رحت بسرعة لقيتها خمرانة وجميلة. قطعتها كور صغننة وكور كبيرة. ليه الصغننة؟ هغطيها واقول لكم ليه. نغطي عجينتنا ونروح بقى ايه، نبططها. بططوا على رخامة المطبخ، على السفرة، على الطبلية. انا بحب قوي ابطط على ترابيزة الانتريه بتاعتي، جميلة، بقعد مرتاحة وببط اي مكان ترتاحوا فيه. ده بقى الرغيف الصغنن. شوفوا الجمال، بالراحة كده، شوية دقيق نرش عليه ونبططه، ونسيب فيه سمك شوية. هتشوفوا معايا اهو. ده بقى هعمله سندوتشات، بدل ما نجيب سندوتشات، وده الكبير شوية، بدل ما اجيب سندوتشات من المطعم. ونطلع بقى على الفرن بتاعنا. ممكن تعملوه في فرن البوتاجاز، تسخنوه جامد وحطوا فيه صينية سخنة، ونحط العيش على الصينية السخنة يقب كده وجميل. نرفعه فوق على الشبكة تحت الشواية، ونحط غيره في الصينية. شوفوا الجمال، شوفوا الحلاوة. احلى لحظة بحبها. الله، بحس ان في روح كده في العيش، حاجة تفرح وحاجة تملى البيت بركة وستر. والله فطرنا بيه واتغدينا واتعشينا، وبات عندي كمان للفطار. الرغيف بجد مشبع بالطريقة وبالتكة دي. الفلافل اهي مقرمشة، كوبايتين شاي بلبن، وحضرنا سلطة، ومنى عملت لنا فول بالخلطة، وعندي طحينة. وعندي بقى فريق بيحب سندوتش الفلافل بالكاتشب، تحطوا كاتشب تحطوا طحينة، لعبتكم بقى، احشوا زي ما تحشوا. شوفوا الفلافل معمولة في البيت، والله كأني جايبة ب5 جنيه فلافل، في ب5 جنيه دلوقتي. وبقيت العجينة قسمتها في اكياس وشلتها في الفريزر. حطيت فلافل وحطيت سلطة اهو، ومليان اكتر من سندوتش المطعم. بكام سندوتش المطعم دلوقتي؟ هتلاقوه بكام؟ ب10 ولا ب7؟ هتجيبوا كام سندوتش؟ وعيشه خفيف ما يكفكمش 3-4 سندوتشات. ده كل واحد خد سندوتشين، واحد فلافل واحد فول في البيت اهو، معمول بالخلطة هي جميلة، وشاي بلبن، وفطرنا وانبسطنا. ورحت على المطبخ بعد ما فطرت، كان عندي ب10 فول، خدت نصهم مش كلهم.
غسلتهم وحطيتهم في حله على النار معاهم خضره وبصل وطماطم. هتعملي بصاره؟ طبعا، مش عندي عيش بقى، اعمل اكل من البيت. تحطي طماطم في البصاره؟ انا بحب احط طماطم. وقلت عبال ما تستوي اشوف ابو علي بيعمل ايه في الجنينه. وان شاء الله هجيب لكم فيديو جميل نخرج بيه بره المطبخ في جنينتنا ونشوف ابو علي كان بيعمل ايه في الارض وبيزرع لنا ايه الجديد. ايه الجديد اللي بيزرعه لنا ابو علي وهنشوفه معانا الايام الجايه. قعدت معاه شويه في الجنينه كده، خدت هوا بعد الفطار الجميل وعبال البصاره ما تستوي على النار، وبعدين سبته ودخلت المطبخ. قلت بقى عندي شويه ملوخيه خضراء في الفريزر كمان. شوفوا الجمال، شوفوا الدقه بقى، التقليه بتاعتها والطشه، اجمل طشه. واسمعوا كده. انت شهقله. منى بقى شهقت عليها. شفتوا الجمال؟ ريحه جميله. انا كفايه عندي حله الملوخيه دي بشويه العيش مع حبه مخلل. وادي البصاره بتاعتنا، شوفوا الحلاوه. حمرت لها شويه البصل، حب انا بقى البصل عليها ده بيخليها مسكر، بحب اكتره. انا بقول دي مش بصاره، دي فول متدلع يا ولاد، فول متدلع ودلعناه وبقى احلى يوم. اعملوا اي حاجه، طبق بصاره مع شويه مخلل زي ده، طاسه بطاطس زي دي، هنشوف طريقتها معانا برضو في القناه، حبه ملوخيه واليوم هيعدي ستر وبركه. اهم حاجه شوفوا العيش، شوفوا الطراوه، شوفوا اللبابه اللي جواه، شوفوا بتنيه ازاي زي القماشه. وختمنا يومنا باجمل كوبايه عناب، وبالهنا والشفا، وربنا يملى بيوتكم ستر ورضا.